اوقات كتيرة بنكون عارفين ان احنا بيتلاعب علينا او بيستغلنا، لكن احنا بنعمل نفسنا عبط او ان احنا مش واخدين بالنا. يمكن تظبط، يمكن تتغير، يمكن تحترم نفسك، او يمكن تبقى شايفني بشكل مختلف. حتى مع الصحاب، حتى مع الاخوات، مش بس علاقات عاطفية. ومن ضمن الحاجات اللي قدامك بيعملها وانت تقدر انك توقفها، هنقولها كلها دلوقتي، بس انت بايدك انك توقف. لكن انت مش عايز دلوقتي، او ما جاتش الفرصة، او صعبان عليك الوقت او الاستثمار اللي انت عملته في العلاقة دي. ومن اول الحاجات اللي بتقابلنا في الاستغلال او التلاعب هي المراوغة. اللي هو ايه؟ انا كنت بهزر. معنى كلامك انك مش بتحبني. هو انا يعني ما ينفعش اهزر معاك خالص كده؟ وهكدب عليك ليه؟ والكلمات ما بتبقاش مفهومة، بيبقى ليها كذا معنى. يعني انت فهم على مزاجك، علشان انت لو فهمت على مزاجك وما كانش على مزاجي فانا هقلب الحوار. اما الحاجة التانية وهو ان انا بديك اوامر orders. من الاخر كده السيطرة. كلامي مش هيتكرر تاني، لازم تعمل ده دلوقتي حالا. مش هيتكرر تاني، انا قلت ده يتنفس حالا، انا محتاج ده دلوقتي. يعني لو عايز تكمل استحمل. دي السيطرة. في فرق ما بينها وما بين الاستعطاف او الابتزاز العاطفي. انه عمرك ما حسيت بيا، عمرك ما فهمتني، انا لو مشيت دلوقتي انا بجد هموت، وانت اللي هتبقى مسؤول عن حياتي. لو ما عملتليش ده احنا مش هنكمل سوا. اما بقى اخر واحد وهو التشكيك. هطلعك مجنون. انت بتهيألك، ده ما حصلش. ما حصل، انت دماغك خليتك تشوفي حاجه مش موجوده اصلا. آه... انت مجنونه، انت مش طبيعيه. لا 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 يا بنتي، ده ما حصلش. وانت بتوصلي او انت بتوصل ان انت بتروح تسال الناس: يا جماعه هو انا بجد ده ما حصلش؟ يعني الموقف ده ما حصلش قدامنا يعني. اوقات كتيره بتوصل التشكيك معانا ان هو يقولك مش من حقك انك تحس بكده، لانه ده اصلا ما حصلش. انت اللي عامل دراما وانت اللي بتموت في النكد. فالموضوع التشكيك بياخد حيز اكبر من كده. نتعامل ازاي بقى مع الشخص المستغل او المتلاعب ده؟ ازاي بنلعب معاه؟ المتلاعب قوته بتندرج تحت كلمتين: ان الضحية اللي هو بيلعب عليها او بيستغلها ما عندهاش وعي. لو عندها وعي هو هيسيبها ويروح لغيرها، لانه هو لازم يلعب على حد ما عندوش وعي او مش قفشه او ضعيف قدامه. طيب، اول حاجه المفروض نعملها ان احنا بنركز في التريكس اللي بيلعبها المتلاعب معانا، وببدا اطلعها واكتبها في ورقه علشان اعرف ازاي اتعامل مع كل تريك منهم، وايه الغرض من كل تريك هو بيبقى عايزه. اتنين، احنا لازم نحافظ على هدوءنا بشكل كامل وانفعالاتنا، لان هو بيقول كلام هو عايز يخليك تنهار علشان يستغلك، علشان يرجع بعد كده يطبطب ويتمحلس والجو بتاعه ده. فاكتر حاجة لازم ان انت تحافظ على افعالك، ردود افعالك اللي طالعه منك، وتحافظ على الكلام اللي طالع منك. لازم يبقى فيه هدوء، ما تنجرفش ورا الكلام بتاعه او ورا افعاله عشان تدي ردة فعل قوية جدا تخليه يسقف لنفسه كده انا تمام. 3، لازم يكون في اعتماد قوي جدا على الحقائق، الايفيدنس اللي معاك. ما تعبرش او تعتمد اكتر لما تيجي تواجهه بحاجة على مشاعرك واحاسيسك. انسى ده انساه خالص مع المتلاعب او المستغل. 4، حدودك الشخصية هو ما ينفعش يكسرها. الباوندريز بتاعتك هنا، انت اخرك هنا معايا، ما بتعديش الخط ده. والتحكم فيك ده لا حبيبي. انا لا، عندي بابا ممكن يتحكم فيا وعندي اخواتي ممكن يتحكموا فيا. انا ما اجيبش راجل من بره يقول لي البس ايه وما البسش ايه واخرج امتى وما اخرجش امتى. في احترام في العلاقه. لو انت شايف ان الرجوله في اللبس وفي الخروج، يبقى انت كده في حاجه غلط. لان الرجوله مواقف، الرجوله افعال، الرجوله انك راجل انا مسؤوله منك، مش راجل تقول لي البس ايه والعري والشكل والحاجات دي، او تقول لي اتاخرتي النهارده بره. لا، هو بابا في البيت عادي تمام. فانا لازم احط حته التحكم ولازم اوقف كل حاجه هو بيقولها. انا ما بعتمدش على الكلام اللي طالع من بقه ده خالص
خالص. اصل اوقات كتير احنا بنبقى مجبورين ان احنا نعيش مع مستغلين او متلاعبين بقية حياتنا. ممكن يبقوا اخواتنا، ممكن يبقوا حد من قرايبنا المقربين، ممكن يبقى جوزي، ممكن يبقى مراتي. خلاص لبت فيه. وانا ما عنديش فكره الطلاق. انا واحد ما عنديش فكره طلاق، فانا يعني لازم اكمل. فالاعتماد بيكون على حقائق برضو. يعني الكلام اللي طالع من بقه ده انا ما بصدقوش، انا لازم اشوف حاجه حيه ملموسه عشان اصدق اللي هو بيقوله. ماليش دعوه بقى بمشاعره باحاسيسه، نفس النقطه اللي انا قلتها من شويه بس كانت عليا انا. فلازم يبقى في حقائق للكلام اللي طالع من بقه. انا حمار، طب ليه انا حمار؟ يعني ايه اللي اثبت لك ان انا حمار؟ 6، حاول انك تحافظ على علاقات مستقرة وصحية في حياتك. يعني حاول بقى ان انت تدور على ناس بجد بجد يكون عندهم استقرار نفسي، يقدروا يساعدوك ويدعموك نفسيا، وتحكي لهم اللي انت بتمر بيه علشان يكونوا الصحبة الصالحة بتاعتك، او على الاقل شخص واحد بس. اما اخر نقطة، لو انت حسيت انك مش قادر تعمل ده، انك خايف من جوه، في احساس بالجبن جوه ان انا مش هقدر اواجهه، ان انا مش هقدر اعمل كذا، ان انا مش هقدر اخد اي قرار من القرارات دي، حاول تطلب المساعدة. مفيش اكتر من الناس اللي ممكن تقدر تساعدك دلوقتي. المجتمع تطور والوعي بدأ يبقى موجود، فعندك الثيرابيست، عندك السايكاتريك، عندك 100,000 حد ممكن تطلب منه المساعدة ويقدر ينور لك حياتك ويخليك تشوفها بشكل مختلف تماما. أرجوك اسرع في خطوة انك تساعد نفسك. انت اكتر واحد هتخاف على نفسك، واكتر واحد المفروض تكون اغلى حاجة عند نفسك. فمن فضلك أرجوك